يا ربي الملك يا ربي الملك والأمر لك ما أعدلك يا رب يا يا ربي، وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. قال بعض السلف إن العالم إذا لم يرد بموعظته وجه الله تعالى زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الحجر الناعم الأملس، أي لم تعد على أحد بفائدة. وقال بعضهم: لا تنفع الموعظة إلا إذا خرجت من القلب الصادق، فإنها حينئذ تصل إلى القلب لا يقف في وجهها مانع. وقالوا إن العالم الذي لا يعمل هو أولا بعلمه مثله كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. قال بعض السلف في موعظة له: إذا أردت أن تعظ الناس فعظ نفسك أولا، وإلا فاستحي منها، فالذي يزجر قوما عن الذنوب ولا يبدأ بنفسه فهو المريض حقا. قال رجل لابن عباس: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فقال له: إن لم تخش أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل، وإلا فابدأ بنفسك. ثم تلا: بسم الله الرحمن الرحيم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ثم قوله ما جاء في سورة الصف الآية 2 و3: لم تقولون ما تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله سبحانه ما جاء في سورة هود الآية 88 حكاية عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. صدق الله العظيم. وقيل لأحد الصالحين: ألا تعظ أصحابك؟ قال: أكره أن أقول ما لا أفعل. وفي خشية التابعين من الله تعالى رضوان الله عليهم حكوا أن أحدهم تقدم ليصلي بالناس إماما، فالتفت إلى المأمومين يعدل صفوفهم وقال: استقيموا، فغشي عليه. ولما أفاق سئل عن ذلك فقال: لما قلت لهم ما قلت فكرت في نفسي فقلت لها: فأنت هل استقمت طرفة عين؟ ومع هذا فلا بد للناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو لم يعظ الناس سوى المعصوم من الزلل لم يعظ أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه وحده هو الذي عصمه سبحانه من أي زلل. عليك صلوات الله وتسليماته يا خير خلق الله.